إيه الرسومات الجميلة دي؟ عارف، دي براويز عاملها علشان تزين أيقونات أبطال الكنيسة اللي حافظوا على إيمان كنيستهم على مر سنين كتير خالص. مين هم أبطال الكنيسة دول؟ أنا هحكي لك. كنيستنا ليها جذور ثابتة قوية، ومن أهم جذورها أبطال حافظوا على إيمان كنيستنا، وبقوة ربنا وحمايته ليهم قدروا يعترفوا بإيمانهم قدام كل الناس، حتى لو ضحوا بحياتهم من أجل إيمانهم، وكانوا سبب في إيمان ناس كتير ودخولهم المسيحية. وده كله بسبب محبتهم الكبيرة لربنا، وإحنا ولادهم لازم نعرف قصصهم ونتعلم منها. وانتم عرفتوا قصصهم إزاي؟ في قديس جمع لنا عدد كبير من قصص شهداء كنيستنا القديسين، وهو القديس يوليوس الأقفاصي، اللي بتلقبه كنيستنا بكاتب سير الشهداء. تعالوا نعرف إيه حكايته. اتولد يوليوس من أسرة مسيحية غنية جدا في مدينة اسمها أقفاص، اللي هي البهنسة في محافظة بني سويف، علشان كده اتسمى يوليوس الأقفاصي. ولما كبر يوليوس راح لمدينة الإسكندرية وسكن هناك في الوقت اللي بدأ فيه دقلديانوس اضطهاد المسيحيين، وبدأ يوليوس يخدم القديسين اللي كانوا بيروحوا يستشهدوا، فكان بيزور المسيحيين في السجن علشان يساعدهم ويشجعهم. ولما كانوا بيروحوا علشان يتحاكموا قدام أي والي أو ملك كان بيروح وراهم، ولو لقى أي حد منهم بيتعرض لأي عذابات كان بيعالجه. وكان يوليوس مهتم إنه يكون موجود بنفسه في أماكن الاستشهاد علشان ياخد أجساد أبائنا القديسين ويشيلهم بكل إكرام ويبعتهم لبلادهم، ويحافظ عليهم في مكان مناسب علشان الناس تاخد بركتهم. فكان بيكلف خدامه اللي كان عددهم 300 خادم إنهم يسافروا لأماكن كتيرة علشان يتابعوا القديسين وهم في طريق الاستشهاد، ويهتموا بأجسادهم ويدفنوهم، ويجمعوا معلومات كاملة عن كل شهيد علشان يكتبوا سيرته. وكان يوليوس بيشرف على كتابة سيرة كل شهيد بنفسه، وبينسخ من سيرته نسخ كتيرة جدا علشان قصته تنتشر في أماكن كتير. كل سطر حكاية لدم كريم، يوليوس بإيده يدون حكاية شهيد. كل سطر حكاية لدم كريم، يوليوس بإيده يدون حكاية شهيد. ربنا حافظ على القديس يوليوس وقواه علشان يخدم القديسين ويهتم بأجسادهم ويسجل لنا أكبر عدد من قصصهم، لغاية لما في يوم ظهر ربنا للقديس يوليوس في رؤية بالليل وقال له: افرح يا حبيبي يوليوس، الأكاليل معدة ليك، روح لوالي سمنود واشهد لاسمي، في ناس كتير هتؤمن بسببك. وفعلا راح القديس وأعلن إيمانه هناك، وقبل قدسنا العذابات بفرح، وكان ربنا دايما معاه، وعمل على ايديه معجزات كتير خالص، وناس كتير أمنت بسبب المعجزات اللي شافوها وتمسك القديس بإيمانه، منهم حاكم سمنود وغيره كتير. وفي النهاية استشهد قدسنا، وكنيستنا بتحتفل بعيد استشهاده يوم 22 توت. ويا ترى كل القصص اللي جمعها القديس يوليوس راحت فين؟ كنيستنا جمعت كل قصص القديسين في كتاب اسمه كتاب السنكسار. هو كتاب متجمع فيه قصص أبائنا الشهداء والقديسين، وكمان تذكارات الأعياد وأيام الأصوام، وبيكون مكتوب بترتيب على حسب أيام السنة القبطية. ولأنهم أصحابنا اللي في السماء وإحنا بنتشفع بيهم في صلواتنا، عشان كده كتابنا المقدس بيوصينا:
انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. وكنيستنا بتكرمهم بطرق كتير، منها لما بتتبني كنيسة جديدة بنسميها على أسمائهم، وبنحتفل كمان بأعيادهم، وبنرسم لهم أيقونات جميلة تحكي قصتهم علشان نفضل دايما نفتكر جهادهم ونتمثل بيهم، وننور شمعة قدام أيقوناتهم لأنهم كانوا نور للعالم كله. وأبونا في القداس بيبخر بالشورية قدام أيقوناتهم.